السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا فيديو جديد. النهاردة هنعمل سندوتش كفتة جميلة. أنا كان عندي حبة لحمة مفرومة، جبتهم وحطيت عليهم حبة بقدونس وحبة وحفنة كده من دهن. وكان عندي كمان بصلتين صغيرين بشرتهم، وطبعا صفيت المية وحطيتهم معاها. وحطيتنا البهارات بتاعتنا، فلفل وبابريكا وبهارات لحمة والملح طبعا بتاعنا، وقلبنا كويس جدا زي ما انتوا شايفين لحد القوام ما يبقى متماسك جدا، ونمزجهم مع بعض عشان يحبوا بعض كويس جدا ويبقوا مترابطين. عشان الحب ده حاجة كويسة جدا في الأكل، عشان الأكل بيطلع جميل وطعمه حلو جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين يعني احنا بنجعلهم مترابطين جامد. ادي بنشوف اللحمة عاملة ازاي اهي، ولميناهم على بعض. وبعد كده هنعمل نصبحهم كام صباع كفتة. احنا دلوقتي هنصبع الكفتة. ادي اول صباع، وبعد كده هنحط كل الصوابع بتاعتنا بتاعت الكفتة عندنا في الطبق بعد ما نعملها. وادي هنجيب حطيناهم في التلاجة. وبعد كده هنجيب بصلاية وهنقطعها زي ما انتوا شايفين جوليانو او شرايح صغيرة. مش عارف انا مين جوليانو ده، بس يعني ما علينا. فهنقطعها كلها زي ما انتوا شايفين. وخلي بالكم وانتوا بتقطعوا عشان ما تتعوروش بالسكينة، عشان السكينة بتبقى حامية والواحد ما بيحسش الا لما يقطع صباعه. بنقطعها شرايح صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما نقطعها هنجيب نص فلفلاية من عندنا حمرا، شلناهم على الجنب. مم. وهنجيب نص فلفلاية حمرا ونص فلفلاية خضرا وطماطمية وفلفل ألوان أصفر. هنجيب الفلفل الحراق عشان أنا بحب كل حاجة حراقة صراحة. هنقطعه زي ما انتم شايفين عشان السندوتش لازم يبقى مشطشط على الآخر. أنا طبعا ما بشيلش البذر منه عشان البذر ده بيخلي الأكل ليه طعم تاني خالص، عشان تبقوا عارفين. وادي جبنا الفلفل الأخضر أو الفلفل الأصفر وقطعناه نصين، شلنا نص المرة الجاية. وادي النص دوت هنقطعه برضو صغير جدا زي ما انتوا شايفين. هنقطع شرايح، والشرايح دي هنقطعها مربعات صغيرة جدا عشان كل الحاجات دي هتتحط على بعضيها. وبعد ما تتحط معلش سوري انا اسف. وطبعا وهناخد الفلفل الاخضر كمان نصها يهيت كده. هنخلي الفلفل الأخضر يحب الفلفل الأصفر ويكونوا لون أورنج جميل مع بعض. يعني على الأقل الحب ده حاجة مش حاجة وحشة خالص، حاجة جميلة. والفلفل الأخضر طبعا قطعناه زي ما انتوا شايفين. وبنحاول اللي احنا نلموه على بعض، شكلهم متخانقين بس برضو هي هنقطعهم مع بعض حاجة صغيرة 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 كده زي ما هما. وبعد كده هنلمهم تاني. كده ناقص ايه تاني؟ طماطماية هناخد نصها كده الألوان بتاعتنا عشان تكتمل، أحمر وأخضر وأصفر، دي لون جميل. وزي ما انتوا شايفين خلي بالكوا عشان السكينة حامية والصوابع، كل واحد يخلي باله من لغلوه عشان الصوابع دي مفيش. طبعا زي ما انتوا شايفين لازم نقطعها كلها حتت صغيرة جدا. وبعد كده هنلمها ونحطها في الطبق بتاعنا زي ما انتوا شايفين. ادي
التقطيعة اللي احنا قطعناها: فلفل اخضر وفلفل حراق وطماطم وبصل وفلفل اصفر. جبنا الطاسة بتاعتنا الجميلة، حطينا حبة زيت زيتون، طبعا النار حامية عليه. طبعا هنحمر عليه الكفتة بتاعتنا، هنحط الكفتة بتاعتنا تتحمر شوية. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. ياريت كل واحد يكتب لي هو شايفني منين. وياريت نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. زي ما انتم شايفين هنحط الكفتة. طبعا الدهن اللي فيها ده بيخلي الكفتة تبقى حاجة تانية، طعمها حلو. الناس اللي متحبش الدهن مش مشكلة، مش لازم يبقى فيها دهن لنسبة كبيرة، ممكن تقلله شوية. طبعا الوصفات دي احنا بنلف النت نروح نجيبها لكم ونيجي عشان تبقوا عارفين يعني. اوقات بيبقى حاجات اختراع، واوقات بتبقى احنا بنشوفها فبنحب ان احنا نوريها لكم لانها بتبقى حلوة جدا. والواحد بيحب ان هو ياكل الحاجات دي كلها. ادي الفلفل، ادي الكفتة زي ما انتم شايفين عمالة تلزق في الطاسة من تحت، وانا عمال اشيل البتاع بتاعها اهيت عشان الطاسة دي بتلزق. بس انا طبعا ولا في بالي ولا في اي ولا دماغ، هنسيبها كده لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي اديها بتتحمر ايه، بعد ما تستوي خالص هنشيلها. وبعد ما نشيلها اقول لكم نعمل ايه بالتخديعة بتاعتنا التانية اللي احنا هنعملها بالحاجات التانية. هنقعد نقلبها لحد شايفين يبقى شكلها كده حلو. وبعدين بعد ما شيلناها كلها زي ما انتم شايفين هنحط في نفس البتاع، في نفس الطاسة، في نفس كل حاجة، الحاجات بتاعتنا كلها. ادي البصل بتاعنا الاول هنسيبه لحد ما يتبل، لحد ما يدبل زي ما انتم شايفين. دي البصلة دي مكانتش لسه اتعملت، هنشيلها نقطعها ونحطها جنب اخواتها تاني، عشان انا مبحبش ازعل حد. مينفعش ان انا افرق بين البصلاية واخواتها، فلازم ان احنا نقطع كل حاجة ونحطها ونظبط الموضوع ده. وزي ما انتم شايفين اهيت رجعتها تاني لاخواتها حبايبها. ودي البصل بدأ ان هو يطلع ريحته ويتحمر، شامين بقى حاجة حلوة اهي خالص. وطبعا هنحط باقي الحاجات عليه: الفلفل الالوان والفلفل الاخضر والفلفل الحراق والطماطم بتاعتنا. ادي الفلفل بدأ يدبل زي ما انتم شايفين، لما بقى دبلان بالطريقة اللي انتم شايفينها دي كلها. هنحاول بقدر الامكان هنجيب الحاجات الباقية بتاعتنا ونحطها عليه عشان الطعم بتاعه يبقى حلو وجميل. هنحط بقية المكونات: ادي الفلفل الاصفر والاخضر والطماطم، يلا كله على بعضه. طبعا احنا لسه محطناش توابل لحد دلوقتي، لازم تبقوا عارفين. هنحطهم مع بعض. وادي الفلفلية برضو دي مش متقطعة، اقطعها وارجعها تاني. زي ما انتم شايفين هنقلبهم مع بعض، نعمل ميكس حب جميل قوي بين كل الحاجات دي كلها. وهنحط معجون طماطم، وهنحط كاتشب، وهنحط دبس رمان، وهنحط ليمون كمان. ده ليمون، هنحط ليمونة. لازم نخلي الطعم غير اي طعم تاني. وزي ما انتم شايفين هنحط ايه كمان: ملح والفلفل
والشطة بتاعتنا عشان بحب الأكل مشطشط طبعا. دي فلفل، وحطينا بهارات لحمة، كل البهارات بتاعتنا اللي احنا بنحبها. البابريكا، أي حد بيحب البهارات بتاعته يحطها زي ما انتم شايفين. والملح، محطش ملح كتير، حاجات بسيطة كده. وهنحط في الآخر كمان حبة دبس رمان عشان نظبط الطعم بتاعنا. ادي دبس الرمان زي ما انتوا شايفين. طبعا الكاميرا فوق الأكل، فيعني ايه الكاميرا شامة كل حاجة، انا مش عارف اقول لكم ايه. طبعا شكل الصوص بتاعنا بقى جامد، والله شكله بقى جامد من غير اي حاجة خالص. ينفع يتاكل من غير اصلا الكفتة، ممكن يتحط عليه اي حاجة تاني، ممكن يتحط عليه صدور فراخ. المرة الجاية معاكم صدور فراخ. فاحنا دلوقتي هنحط ايه؟ هنجيب الكفتة بتاعتنا نحطها كده في الصوص بعد ما استوى شوية، ونقلبهم مع بعض. دي زي سندوتش كبير حلو قوي، كومبو كده بيتجاب من اي حتة من المحلات الكبيرة. معرفش بيتكلف معاكم كام، بس ده مش هيكلف كتير يعني. اولا احنا اللي عاملينه في البيت، ثانيا مكونات بسيطة جدا. ربع كيلو لحمة مفرومة، مش حاجة يعني. البصل والطماطم والفلفل والحاجات دي كلها موجودة عندنا في البيت بس. ولو ما عندناش دبس رمان ما نستخدموش. ده بعد الاكل ما طلع، طبعا نحطها على جنب عشان كده شامين ريحتها فظيعة، تتاكل من غير اي حاجة خالص. بعد كده احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفرش حاجة على الرخامة عشان محدش يضربنا. وادي جبنا الرغيف بتاعنا الجميل، اكبر رغيف. حاولت ان انا اجيب يعني اكبر رغيف، رغيف كبير قوي. شلت البتاع اللي جوه ده، اللبابة اللي جوه، خلاص كده. ونفتحه بقى، يا لهوي، ونحط الحلويات اللي احنا عاملينها فيه. يا لهوي، يا خرابي، كل الحاجات دي حب في حب، حب في حب. طبعا الواحد كان نفسه يعني ايه، مش عارف يعمل ايه تاني مع الساندوتش ده. ساندوتش كومبو غدا، تاكل الساندوتش وانت مش عارف انت هتعمل ايه بعد كده، تاكل وتشرب حاجة ساقعة عشان الساندوتش ده يطلع عليك زي ما احنا شايفين. مم. ايوان ايوان، وادي الساندوتش بتاعنا. يا خرابي، هنجيب بقى ايه؟ نقطع الساندوتش بتاعنا نصين عشان نلم الاكل بتاعنا عامل ازاي. ادي الساندوتش، الحتة دي فاضية. نجيب اخر معلقة بقى ونحطها فين؟ هنا. ايوان ايوان، برافو عليك برافو عليك برافو عليك. يا لهوي. وطبعا هنقطعه، والهنا والشفا، كلنا لازم هناكل. وطبعا بون ابوتي لينا كلنا. ادي السندوتش، سندوتش كفتة جبار. و